تمكين المرأة الاقتصادي يبدأ من قانون الأحوال الشخصية. هل يمكن للمرأة أن توقع عقود نيابة عن الدولة بالمليارات ولا يمكنها توقيع عقد زواجها؟ المادة 6 من المسودة المقترحة بتلغي الشخصية القانونية للمرأة وإنها أصلاً ما تقدرش تبرم عقد زواجها. حكاية مهندسة فوجئت أنه لا يمكنها أن تسافر للمشاركة في مؤتمر دولي لأن زوجها منعها بأمر محكمة. فوجئت في المطار إنها عندها قرار منع من السفر. كيف يناقض مشروع القانون الجديد مواد الدستور؟ عندنا انفصام في الشخصية ما بين الدستور وما بين مقترح قانون الأحوال الشخصية اللي مقدماه الحكومة للبرلمان. ومن القصص الملهمة حكاية سارة الأمين صاحبة مبادرة إفريقيا السعيدة وضمن 100 سيدة في مبادرة لوزارة الهجرة في الخارج. المشروع ده كان متكامل الأركان، إحنا بنعلمهم كل حاجة from A to Z. ومن أسئلتكم طليقة يشهر بها على الفيسبوك دون الإشارة لاسمها، هل يمكنها مقاضته؟ تقدري تاخدي منه تعويض كبير جداً غير إنه ممكن يتعرض للحبس. إزاي الحال؟ حكايتنا النهاردة حكاية بنشوفها كتير جداً. الحقيقة أحياناً يبقى فيها خطأ صغير لكن يدمر العلاقة الزوجية تماماً. خلونا نشوف القصة إيه. هي قصة شابة اسمها إيمان من أسرة متوسطة كده زي أغلب أسرنا الحلوة، مستواها معقول، باباها كان مهتم جداً بتعليمها هي وإخواتها وعلمهم كويس. إيمان دخلت كلية هندسة وتخرجت منها، بس قبل ما تتخرج كانت نشيطة جداً في العمل في الأنشطة الجامعية، أي مؤتمر تحضره، أي نشاط، أي معسكر، وبالتالي ده إداها شوية بنى في شخصيتها وخبرة وعدم يعني خوف من مواجهة أي حاجة، وده لفت نظر حد من زمايلها في آخر سنة في الكلية. المهم طبعاً يعني إيه، ربنا سهل الحال وارتبطوا وساعدوا بعض واتجوزوا. اشتغلوا الاتنين في مكان واحد، بس هي يمكن لأنها كانت شاطرة قوي في الأنشطة الجامعية كان عندها يعني حس كده إنها مقدامة أكتر، فبدأت تبان في مكان العمل أكتر ورؤسائها يشوفوها جنب إنها مركزة شوية في التفاصيل، فبدأت تترقى. الحقيقة ده شوية بيعمل عدم ارتياح حتى لو بين اتنين يعني بيحبوا بعض، بس طبعاً كل شاب بيحب إنه هو يبقى متميز أكتر وبالذات مع نصه الحلو. هي لقطت الموضوع وبدأت تفهم إن ده هيعمل عدم ارتياح، وهي كمان بدأت تفكر أكتر تطور الشغل إزاي، تعمل إيه، ففكرت في مشروع إنها يعني تبدأ فيه، ولو درسته كويس وشافت إن فيه أفق ممكن تسيب الشركة. قالت لجوزها وقال لها دي فكرة كويسة قوي، وفي الحقيقة وقف جنبها. عملوا الشركة، هي طبعاً اللي عملتها وقفتها على رجليها واشتغلت فيها، ولأنها يعني واخدة على الهارد وورك زي ما بيقول الشغل الجامد قوي قوي، بدأت الشركة تكبر وتلفت النظر. وبعدين في دعم شوية من المؤسسات الرسمية حوالين الشركات الصغيرة بتاع الشباب أو الشابات، اللي هي لما تلاقي حد منور كده وبيلمع يبدأوا إيه يقولوا له طيب في مش عارفة معرض فين في البلد الفلانية، في يعني اتفاق ما، في مؤتمر ما، فبدأت إيمان تتحرك بشكل أوسع وأكبر. وده الحقيقة في الأول كان باسط جوزها شوية لأنه حاسس إنها إيه يعني بقى في طريق تاني للعائلة، لكن هو فضل إن يفضل في شغلانته. هو من النوع اللي مش مغامر قوي ويحب الحياة المستقرة اللي هي فيها شغل وآخر الشهر فيه مرتب. تمام، كل واحد له شخصية وليه طريقة تفكير، لكن إيمان ركزت جامد قوي وبدأت تاخد خبرات وتشوف إيه الفرص المتاحة، لحد ما كان فيه فرصة كبيرة إنها تعمل شراكة مع حد من بلد تانية في مؤتمر راحت وحضرته. لما رجعت قالت لجوزها الكلام ده، هو حس بالخطر وحس إن هو مش مستريح، وبدأوا يتكلموا ويتناقشوا
هو رأيه إن ده ممكن يشغلها أكتر، هي رأيها إن ده هيدعم أسرتهم أكتر، وخاصة إنها كانت حامل وبدأوا يفكروا في مستقبل الأولاد. حصل ما بينهم شد وجذب شوية، وهي تخيلت إن الموضوع خلص ومشيت في إجراءات الورق علشان تسافر المؤتمر اللي هتعمل فيه الشراكة ده. طلعت لحد المطار ومتخيلة إن مفيش مشكلة وإن هم اتناقشوا، زعل شوية بس في النهاية اقتنع برأيها، أو على الأقل احترم رأيها إنه ده هيبقى لمستقبل العائلة أكتر. الحقيقة فوجئت في المطار إنها عندها قرار منع من السفر. عملوا جوزها في محكمة الأسرة في 24 ساعة قبل السفر بكام يوم، طلع وقام متسجل في الجوازات. الحقيقة الموضوع ده صادم جدا، صادم مش لأنها بس اتمنعت، صادم لأنها حست إنها محطوطة في قفص، ورغم إنها خدت موقف وسابت له البيت وقالت له إن العلاقة بينا كده خلصت لأنه مفيش بينا مناقشة، مفيش بينا اتفاق، هو حس إنه اتسرع وحس إنه يعني حد زق كده، حد من أصحابه المحامين قال له على فكرة لو أنت متضايق وبتاع أنت تقدر توقفها، القانون بيديك الحق ده. فسمع الكلام، لكن لما راجع نفسه اكتشف إنه هو عمل غلطة كبيرة. حاول إنه هو يصالح إيمان وقال لها أنا آسف، أنا هشيل المنع من السفر، بس قالت له آسفة، أنت مش بس حسستني إن أنا محطوطة في قفص، أنت كمان حسستني بالخيانة، إن أنا لا يمكن أثق فيك، ومادام أنا محطوطة في قفص مفتاحه مع حد تاني أنا مش هقدر أكمل في العلاقة دي. أنا بنيتها معاك على إننا شركاء، بنيتها معاك على إننا صحاب، بنيتها معاك على إننا من حقنا نختلف ومن حقنا نتفق، لكن ما بنيتهاش معاك على إننا في سجن وفي سجان معاه مفتاح حتى لو المفتاح ده بالقانون. إيمان طلبت الخلع للأسف وأصرت عليه وسابته، لأن الحقيقة اللي حصل ما هوش بس إجراء قانوني ممكن نتراجع عنه، لكن الإحساس بالغدر أو بالخيانة هو شيء بيدمر العلاقات وما بنقدرش نتراجع عنه. صح؟ أشوفكم بعد الفاصل. الحكومة المصرية عملت مشروع لقانون الأحوال الشخصية علشان ينظم حياة كل راجل وكل ست وولادهم. هل القانون ده بيتعامل مع النساء باعتبارهم إنهم عندهم عقل أصلاً ولا مكنة تفريغ أطفال؟ هل نتخيل إن الأم المصرية ما تقدرش تسجل ابنها أو بنتها اللي ولدته من بطنها؟ وإحنا بنتكلم على خطط ومشروعات تمكين المرأة، لازم كل الجهات في الدولة تشتغل مع بعض ويكملوا بعض. يعني مثلا وزارة العدل لازم تكون في تشريعاتها بتكمل خطة وزارة التخطيط، وخاصة إننا عندنا خطة مهمة جدا اللي هي خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، لازم ده يبقى الإطار العام اللي نشتغل عليه. لكن الحقيقة الحكومة المصرية عملت مشروع لقانون الأحوال الشخصية علشان ينظم حياة كل راجل وكل ست وولادهم. بيتعامل المشروع ده إزاي؟ هل الحياة الزوجية كلها حياة شرعية؟ يعني مثلا اللي هو يمين الطلاق يسقط ولا ما يسقطش وإمتى؟ ولا هي متشابكة مع كل حاجة، داخل فيها معاملات البنوك وداخل فيها معاملات الأحوال المدنية والجوازات والتعليم؟ مش كل ده الإطار اللي بيخص الأسرة في حياتنا؟ طيب مين اللي ممكن يخطط لتمكين المرأة اقتصادياً من غير ما يبص على إيه وضعية المرأة في الأسرة أو في قانون الأحوال الشخصية؟ هل القانون ده بيتعامل مع النساء باعتبارهم إنهم عندهم عقل أصلاً يقدروا يعملوا عقد جوازهم أو يقدروا ياخدوا قرار في حياتهم، ولا هم مفعول به يتشالوا من هنا ويتحط من هنا؟ الصفة القانونية لحياة الأطفال وعلاقتهم بأمهم صفاتها هي كمان في حياتهم إيه؟ هل هي يعني آدمية كده وليها وضعية قانونية ولا مكنة تفريغ أطفال؟ كل دي أسئلة لازم يجاوب عليها. إحنا محتاجين لما نيجي نعمل قوانين جديدة نبص على واقع الحال ونشوف إسهام
كل حد في الأسرة قد إيه. خلونا نشوف إسهام المرأة المصرية تحديداً من كلمة وزيرة التخطيط والبيانات اللي بيطلعوها لنا طول الوقت في الإعلام. خلونا نشوف الانفوجراف ده ونكمل كلام. وفقاً للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجال والمرأة يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 12 ل 28 تريليون دولار بحلول عام 2025. زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تزيد الناتج المحلي الإجمالي لمصر 34%. الدولة حرصت على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية لنشر ثقافة تمكين المرأة. نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال بلغت 37%. نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 50%. المرأة تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنة بالمتوسط العالمي 32%. نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عموماً ارتفعت إلى 10.2% عام 2018. نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك بلغت 12% عام 2019. نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1%، وهو أعلى من المعدل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقدرة ب5.4%. نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة وصلت إلى 16%. نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%. نسبة السيدات التي تمتلكن حسابات بنكية ارتفعت إلى 27%. نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة ارتفعت إلى 69% العام الماضي. وفقاً لبيانات رسمية، 50% من تعيينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب سيدات. نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس النواب الحالي ارتفعت إلى 27% بعدد 162 نائبة. 8 وزارات بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية تتولاها سيدات. زي ما شفنا إنه على مستوى التمكين السياسي عملنا خطوات مهمة جداً. عندنا ربع البرلمان سيدات، عندنا 8 وزيرات في الوزارة يقدروا يعملوا اتفاقيات دولية بمليارات الدولارات باسم الحكومة المصرية وبتوقيعهم. طيب، على مستوى التمكين الاقتصادي برضو عملنا خطوات مهمة جداً. الحقيقة الكلام ده يقول إننا عندنا تناقض كده، عندنا انفصام في الشخصية ما بين الدستور وما بين مقترح قانون الأحوال الشخصية اللي مقدماه الحكومة للبرلمان. لأنه لو بصينا مع بعض على تناقض الواقع وما بين القانون اللي المفروض إنه ينظم الواقع بتاعنا، هنلاقي إنه المادة الأولى في قانون الأحوال الشخصية المقترح بتقول إنه يعمل بأرجح الأقوال بمذهب الإمام أبي حنيفة، لكن الحقيقة الدستور المادة الثانية فيه بتقول إننا المرجع مبادئ الشريعة الإسلامية. طيب، الدستور في المادة 11 بيتكلم على الشخصية الكاملة والمستقلة للمرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية وغيره، لكن عندنا المادة 6 من المسودة المقترحة بتلغي الشخصية القانونية للمرأة تماماً، وبتخلي أي حد في العائلة يستطيع إنه هو يفسخ عقد جوازها إذا تزوجت، وإنها أصلاً ما تقدرش تبرم عقد زواجها. طيب، حرية الحركة مكفولة في الدستور، وحرية العمل مكفولة في الدستور. لما اجي لمسودة الأحوال الشخصية قالك إنه المرأة يباح إنها تخرج في الأحوال التي يجوز فيها شرعاً. شرعاً دي مين اللي يحددها؟ مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني كل اللي بيشتغلوا في قطاع الثقافة مثلاً في الأوبرا ولا في المسرح، أو طبيبة بتشتغل تخصصها أمراض ذكورة، ده طبقاً لمذهب أبو حنيفة هيبقى شرعاً ولا مش شرعاً؟ طيب، الحق في السفر اللي بيكفله الدستور طبقاً لمذهب أبو حنيفة يقدر أي حد في العائلة يحمل صفة ولي اللي هو أب أو أخ أو عم إنه يروح، أو زوج طبعاً، إنه يروح المحكمة يمنع أي ست من السفر حتى لو وزيرة. طيب، الدستور بيقول لنا حماية الطفولة. طيب، المادة 43 من مسودة الأحوال الشخصية ما جرمتش جواز الأطفال، إنما عقبت الأطفال إذا أهاليهم جوزوهم، إن ما نقدرش نوثق الزواج قبل ما يوصلوا سن 18 سنة. يعني هذا التناقض بإن يبقى عندي دستور لكن أعمل قانون يبني دولة جوه الدولة، ده مش مفهوم الحقيقة. إن أنا يبقى عندي
اتفاقيات مصرية أو عندي خطة مصرية 2030 للتنمية تكلمنا عن التمكين السياسي والاقتصادي ودعم الدولة وكل الكلام ده كله، وارجع بعد كده أتكلم على قانون أو نشوف قانون لا يرى النساء باعتبارهم مواطن عاقل وإنما مكن تفريخ أطفال وما لهمش أي صفة قانونية من أي نوع لا في إدارة حياتهم ولا في إدارة حياة أولادهم. ده شيء غريب. الأغرب بقى إننا بنستغرب جدا لما على المستويات العالمية نلاقي مصر في مكانة متأخرة جدا، ونلاقي أغلب الدول العربية بدأت تخطو خطوات مهمة في إطار التنمية وفي مكانة المرأة تحديداً. خلونا نشوف الدول اللي هي كانت متخيلة أن عندها يعني ثوابت لا يمكن تغييرها، زي مثلا المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء جدا بالتطور اللي حصل فيها ومحدش يقدر يزايد على تدين المملكة العربية السعودية. لكن الحقيقة التعديلات القانونية اللي عملتها في 2019 و2020 ومقترح القانون الأسرة ل 2021 شيء مذهل ويستحق أننا نقرأ ونتعلم منه. في 2019 المملكة العربية السعودية غيرت قانون الأحوال المدنية لينص على أنه رب الأسرة أصبح الأب والأم يا جماعة، لأنه دي أسرة مفروض أنها مبنية على الشراكة ومبنية على المسؤولية المشتركة على الأطفال. إزاي أبقى شايفة الأم بلا أي دور في حياة الأطفال؟ ده بس لا، المادة 33 قالت يمنح المرأة حقاً مساواً لحق الرجل فيما يتعلق بالتبليغ عن المواليد. هل نتخيل إن الأم المصرية ما تقدرش تسجل ابنها أو بنتها اللي ولدته من بطنها بأي حجة وبأي منطق؟ طيب المادة 50 بتمنح الزوجة والزوجة على حد سواء الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية. النهاردة لما الست تروح الأحوال المدنية في مصر يقولوا لها لا ابعتي أبو العيال. لما تيجي تعمل لولادها بطاقة شخصية لا هاتي أبوهم. طيب إيه اللي حصل؟ هو إحنا أكثر تديناً من السعودية ولا السعودية عملت اجتهاد يتناسب مع واقع الحال عندها وإحنا محتاجين نعمل ده؟ طيب اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر في المملكة العربية السعودية قالت إيه؟ يحق للحاضن أو الحاضنة السعوديين إصدار جواز السفر والسفر بالمحضون أو التصريح له. إحنا عندنا الحاضن بس، ما تقدرش تقرب من العائلة، هي شغلانتها تغير الحفاضات بس، إنما ما تقدرش تقرب من الطفل اللي هي دورها في حياته يتساوى مع أي ست معدية في الشارع، مفيش أي علاقة قانونية. لكن الأب اللي هو مش تحت إيده الحضانة يقدر يعمل جواز سفر وياخد الولاد بره، والأم تقعد تدور على ولادها ما تلاقيهمش، ونقعد نقول الولاد اتخطفوا الولاد اتخطفوا. هل ده وضع ينفع؟ ولا احنا محتاجين إننا نربط الحاجات مع بعضها ونشوف واقع الحال؟ لأنه دون ذلك يبقى احنا بنعمل ظلم شديد جدا، مزيد من المشاكل اللي ممكن تدخلنا في مشاكل أكبر. المشاكل المطروحة النهاردة هي مشاكل إجرائية في أغلب الأحوال. بقالنا 10 سنين بنصوت إن النفقات بتقعد بالسنة والسنتين في المحكمة، الخلع اللي المفروض الست متنازلة عن كل حقوقها فيه بنقعد فيه سنة في المحكمة، الطلاق بيقعد 2 و3 و4 علشان الست تاخده في المحكمة، عشوائية في تعدد الزوجات من غير أي مسؤولية وكأننا بنشجع الناس على أن تضيع من تعول. كل ده المسودة الجديدة لم تحسمه، لم تقدم لنا حلول إجرائية، إنما دخلت في الموضوع عشان تعيد البلد 200 سنة لأسوأ من قانون 1925. إذا كنا مش قادرين نعمل قانون موضوعي خلاص وقفوا المسودة واعملوا قانون إجرائي، أو على الأقل طبقوا قانون محكمة الأسرة 10 لسنة 2004 اللي لم يطبق إلى الآن. بنعمل قانون جديد ليه إذا ما كانش عندنا هدف واضح ورؤية واضحة وعايزين نخطي للمستقبل، مش عايزين ناخد البلد 200 سنة لورا؟ أشوفكم بعد الفاصل. الحقيقة قصة الفيسبوك دي بقت ساحة اللي بنسميه بين قوسين كده التلقيح، ممكن ما يقولش الاسم لكن يقول طليقتي. أنا شايفة إن الصحافة هي حاجة مهمة جدا في تغيير الواقع على الأرض. طول ما البني آدم عايش يقدر يعمل اللي هو عايزه، يدي لولاده ويدي لأصحابه ويدي لجمعيات خيرية، هو حر.
رجع لكم بقى علشان نقابل شابة جدعة جدا اسمها سارة الأمين. هي أسست مبادرة اسمها أفريقيا السعيدة. إيه حكاية المبادرة دي وإيه اللي وراها؟ خلونا نشوف. الحقيقة هتتبسطوا لما نشوفها مع بعض ونرجع نتكلم. ازيك يا سارة؟ حضرتك أخبارك إيه؟ الحمد لله. سارة الأمين بتعمل إيه في كينيا؟ في الاول خالص من وانا صغيره انا كنت طفله مدلله يعني. أيوة. كنت بسميها حياة معلبة كده، من باص المدرسة للمدرسة للبيت. عارفاها دي. اللي هو انت ما بنشوفش بني ادمين خالص. أيوة. مفيش غير اصحاب اهلي وحاجات أيوة. كده. فمامي شافت ان انا بقيت فرفوره يعني. أيوة. هو مش شخص يتحمل المسؤوليه وحاجات كده، او كانت خايفه من ده، ما اعرفش ايه الحقيقه. فقررت ان هي تخليني اتطوع في اماكن جمعيات مصريه مختلفه. أوكي. جمعيات اهليات مصريه. انا ساعتها كنت في اعدادي، فكنت يعني سني صغير جدا جدا على ان انا اشوف الحاجات اللي انا شفتها. أيوة. طبعا زي اي ام بقى، هي مامي كان نفسها ابقى دكتوره مهندسه. انا عايزه ابقى صحفيه. قالت لي ليه؟ قلت لها عشان عايزه اصلح الحاجات دي. انا كنت يعني انا لسه شايفه ده بس مش بنفس السكيل يعني. انا شايفه ان الصحافه هي حاجه مهمه جدا في تغيير الواقع على الارض. وانا في الجامعه كان عندي انا مؤمنه بحكم خلفيتي الاسريه يعني ان مصر مش هتتطور، او الدول بشكل عام مش هتتطور وتمسك زمام امورها غير بالصناعه. اوكي. لازم ابقى انا كل قراراتي من جوه. لو البلد قفلت عليا، لو العالم كله قرر ان انا مش عايزني، افضل عايشه وافضل موجوده وافضل مستقله. بالظبط. في الفتره بتاعت التطوع دي ما كانش فيه بروجكتس انا شايفه ان انا هعرف ادي فيها قوي قد مشروع ورشه تفصيل. اوكي. جزء منه صناعه، جزء منه تمكين مرأة. المشروع ده كان متكامل الاركان. عملناه في حلوان، وعملناه في مصر القديمه، وعملناه في سينا، وعملناه في الاقصر. احنا بنعلمهم كل حاجه from A to Z. ايه اللي وداكي افريقيا؟ ورشه تفصيل تمويله البروجكت كبر. المشروع نفسه كان كبير لدرجه ان احنا ما بقيناش عارفين نصرف عليه. اوكي. لان احنا كان المصاريف اللي بتجيلنا دونيشنز فرديه. حاجه الوحيده تبرعات كلها. ما عرفناش نجيب تمويل. اوكي. فقلت خلاص مش هنكمل. الكلام ده كان في 2017. قلت لحد ما يحدث جديد يعني خلينا نركز في حاجات تانية. اشتغلنا بقى تنميه محليه، حالات فرديه، حاجات في الصف، الاقصر، حاجات صغيره يعني. انا بحب العمل المدني. شايفه ان تطوير انسان هو حاجه من اعظم الانجازات في الحياه. وبعدين حصل حاجه خلتني ازعل شويه، والدكتور يعني لما انا زعلت كده قال لي انت محتاجه تسافري. الحاجه دي ماما. وفاة مامي. الله يرحمها. فالدكتور قال لي انت محتاجه تسافري علشان انت هيهجم عليكي الاكتئاب وخلاص مش هتعرفي ترجعي منه يعني. انا ما بحبش اسافر لاجل السفر يعني. انا كنت عايزه اسافر هعمل حاجه. فكان اول حته اتطوع فيها بقى ملجأ للاطفال HIV في كينيا. اطفال الايدز او المتضررين من الايدز. ملجأ فيري سستينبل يعني مستمر ومستقر بالظبط. رغم ان هو مش كبير، هو مش صغير بس هو مش كبير، مش مشروع ضخم يعني. وبيصرف على نفسه كل يوم لوحده. هو مش محتاج يعني. عندهم لبن بيبيعوه، عندهم تعليب لبن بيبيعوه عشان يصرفوا على الاطفال. عندهم بيض، عندهم الحاجات اللي بياكلوها بشكل يومي. قعدتي في كينيا 3 سنين. اكتر من 3 سنين تقريبا يعني. وبعدين بدأتي ترجعي لمصر بالتجربه العظيمه دي وتعملوا حاجات تانية، واختارتك الوزيرة نبيلة مكرم في ان انت تبقي سفيرة مشروع اسمه ست ب100 راجل. مبادرة ست ب100 راجل. او مبادرة ست ب100 راجل. ايه المبادرة دي؟ المبادرة دي جميلة في ايه؟ هم ستات فاهمين في ملفاتهم. ملفات متعددة مش كلها تنمية. ما كانش فيه تنمية فيها غير 3 أو 4. لكن في الاقتصاد وفي الماليات وفي السياسة والهندسة والريسايكلينج والبنى الإنشاءات. يعني بتجمعوا الخبرات المصرية العظيمة بره مصر عشان نقدر نستفيد من خبراتهم وعلاقاتهم جوه مصر. اللي أنا متوقعاه يعني، لأن أنا شايفة وكنت بقرأ كتير عن معالي الوزيرة إن هي تبقى حاجة كويسة قوي. سارة، التجربة بتاعتك عظيمة وفيها حاجات كتيرة قوي،
بفكرة إنه ممكن نعدي بظروف صعبة لكن ما ينفعش نستسلم لها، وإزاي نحول طاقة الإحباط أو الغضب أو الحزن اللي عندنا لطاقة تانية خالص مفيدة لكل الناس زي ما حصل. والحقيقة اللي انتي بتعمليه ما هواش حاجة جميلة على المستوى الإنساني وبس، لكن كمان على المستوى السياسي. احنا امتدادنا الحقيقي وقوتنا هي في أفريقيا، والفترة طويلة تم إهمال الملف ده أو الدول دي. ففكرة إننا نبقى موجودين بجسر إنساني دي حاجة عظيمة جدا. أنا فخورة بوجودك معايا وفخورة باللي انتي بتعمليه. انتي نورتيني يا سارة، أهلا بيكي. سارة الأمين نموذج الحقيقة محتاجين نتعلم منه كتير. اللي لفت نظري في قصة سارة هي قدرتنا على تحويل الظروف الصعبة أو الألم النفسي لطاقة نور ودعم للناس. فالحقيقة من أكتر الحاجات اللي مهم نتعلم إزاي يعني نشتغل على إننا نخرج من الأزمة بخير أكتر. القصص الجميلة دي انتوا بتبعتوها لي وبنتواصل مع بعض، علشان كده عايزة على طول ندخل في الأسئلة اللي انتوا بتبعتوها لي. بس قبل ما نقول أول سؤال، لو انتوا عندكم حكايات شايفين انها تساعدنا نتعلم منها ابعتوها لنا على حكايات نهاد. خلونا نشوف أول سؤال مع بعض. طليقي بيشهر بيا على الفيسبوك بس من غير ما يذكر اسمي، ينفع اشتكي؟ الحقيقة قصة الفيسبوك دي بقت ساحة اللي بنسميه بين قوسين كده التلقيح، والقانون ما بيعرفش التلقيح. يعني أدام الراجل ما بيجيبش سيرتك ولا حاجة أو وصفك بالوصف الواضح، يعني مثلا ممكن ما يقولش الاسم لكن يقول طليقتي، فهنا مهم ناخد بالنا. لو بيتكلم في العموم كده يا ستي اعملي له بلوك ولا رايح دماغك. إنما إمتى بتبقى جريمة؟ إنه الحقيقة يشير إليكي بوصف واضح ومهين ويحقر من شأنك، أو إنه يشير إليكي بالاسم أو يحط الصور. هنا حضرتك تتوجهي لمباحث الإنترنت وتعملي فيه بلاغ، ومعاكي سكرين شوت أو صورة من الحاجات اللي هي منشورة دي واللي انت شايفة إنها بتسيء إليكي، وفي مباحث الإنترنت بيبحثوها وبينزل تحري عن الموضوع بشكل كويس وبشكل فني، ولو صدق بتبقى جنحة تقدري تاخدي منه تعويض كبير جدا، غير إنه ممكن يتعرض للحبس. نشوف سؤال كمان. أب فرق ميراث أرض وبيت وعربية وأراضي زراعية على أولاد الذكور بالنصف، وطلع لبناته 200,000 جنيه ورثوهم عند موته، هل يجوز؟ وهل هذا قانوني؟ أرجو الرد وشكراً لحضرتك. الحقيقة لازم نفرق ما بين ثروة الشخص وتركته. ثروة الشخص في حياته يقدر يتصرف فيها زي ما هو عايز، إلا لو كان ممنوع من التصرف بحكم محكمة بأنه غير كامل الأهلية أو عليه حجر. لكن طول ما البني آدم عايش يقدر يعمل اللي هو عايزه، يدي لولاده ويدي لأصحابه ويدي لجمعيات خيرية، هو حر. في أحياناً نرفع قضية اللي فيها سوء التصرف للإضرار بالورثة، يعني لازم نثبت إنه كان بيضر بالجميع. لكن لو قسم ثروته بطريقة معينة على الجميع حتى لو إحنا مش راضيين عليها وما كانش فيها إضرار بالورثة، خلاص. وبالتالي هنا حضرتك بتتكلمي على أمواله مش تركتكم. لحد هنا وأسئلتنا خلصت، لكن جسر التواصل بيننا عمره ما بيخلص. ابعتولي حكاياتكم الجميلة المفرحة اللي فيها تحديات لكن قدرنا نخرج منها، أو أسئلتكم على صفحة البرنامج حكايات نهاد، والأسئلة القانونية على محاميك. شوفكم دايماً بألف خير وبألف عافية.